مفيش واحد يعني، مش سيد بس يعني، بركات وكابتن مصطفى، اي حد اهلاوي يعني هيطلب في اي وقت في اي زمن في اي ظروف مش هيقدر يتاخر على الاهلي، ولا يقدر يتدلع عليه، ولا يقدر يتامر يعني. تمام. لكن اعتقد ان يعني من باب برضو الادب والحاجات اللي احنا اتعلمناها، ان ما ينفعش تتكلم في حاجه زي كده وناس اصلا موجوده. يعني في ناس موجوده فيهم ناس كانت يعني معلمانا الشغلانه يعني نفسها يعني، فعيب يعني ان احنا نتكلم في حاجه زي كده. اتنين، على المستوى الشخصي يعني طبعا انا واحد من ولاد النادي الاهلي، وواحد من الناس اللي اتربيت في النادي الاهلي اكتر ما اتربيت في بيتي، وده حقيقي. انا في النادي الاهلي من 13/6/89، يعني انت بتتكلم في 36 سنه، يعني قعدت في جدران النادي الاهلي وملاعب النادي الاهلي واشخاص منتميه ورموز واساطير في الاهلي، اتعلمت منهم حاجات كتير قوي، سواء على المستوى الانساني او المستوى الرياضي يعني. لكن في الوقت اللي انت بتتكلم فيه برضو عندي التزامات مرتبطه بامور ماليه وامور تعاقديه، ف كيفيه حلها يمكن في امور ما بتبقاش سهل ان انت تتكلم فيها لان التفكير فيها بيبقى ارفع عنك حرج، بيبقى عندك صعب تعاقد يعني. معانا وتعاقد فيه شرط جزائي كبير لكن يعني. اي حد في عشان بس ولاد يبقى الامر واضح يعني الامر واضح. انت بتطفش ولا لا ما بطفش، انا بوضح. انا بوضح بس مش اكتر ولا اقل. انا هدفعه له. ها؟ انا هدفعه كبير والله يا كابتن مصطفى، اللي عندك يزيد، بس هو الشرط الجزائي اللي هيكون القهوه هتساهم قريب.